السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة حلوة. وحبيت اشارككم الفيديو بتاعي النهاردة. الفيديو بتاعي بصوا، عاملة شوية قرص طرية فلاحي باللبن الرايب، طعمها مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم حلاوتها. بجد الفيديو لازم تشوفوه للاخر، طريقتها حلوة جدا وسهلة وبسيطة. وشايفين وانا بقطعها كده، عندي ما بتقعدش القرص دي في البيت عندنا كلنا نسمي بالله كده ونشوف المقادير بتاعتنا ايه هي. انا معايا كيلو دقيق، معايا نص كيلو لبن رايب. اللبن ده انا كنت مروباه في البيت، لو انت ينفع تعمليه في البيت او تجيبيه من عند اي لبان معايا 350 جرام سمنه بلدي. حطيت على الدقيق بتاعي معلقه خميره، 4 معالق سكر بودره. مش شرط تحطي بودره، انا كان عندي سكر بودره زياده فحطيت. ممكن تحطي سكر 3 معالق سكر او 4 معالق سكر. هو الكيلو بياخد 3 معالق سكر. وكمان حطيت عليهم ذره ملح، ونزلت عليهم بكيس بيكنج باودر. نزلت بالحاجات بتاعتي الخميره على السكر على الملح على البيكنج باودر كمان، والسمنه واللبن الرايب. وهعجنهم كده زي ما انتم شايفين قدامي. طبعا الدقيق مش هقدر، النص كيلو مش شرط ياخد نص كيلو، ممكن ياخد اكتر من نص كيلو او ياخد اقل. اللبن الرايب ده انا كنت عاملاه في البيت، جبت لبن من عند اللبان. حطيته سبته مثلا، انا جبته بالليل، سبته لتاني يوم بالليل راب. هو اخدته بالقشطه بتاعته بخيره زي ما هو كده، وفضيته على الدقيق بتاعي. ممكن انت تجيبيه جاهز من عند اي لبان زي ما قلت لك. هنا لقيت العجينه بتاعتي محتاجه شويه لبن او ميه. انا حطيت شويه ميه مكان اللبن الرايب. خلاص العجينه بتاعتي شايفينها انتوا طريه كده، ما تنفعش معايا كده. انا كده هحط على حوالي 3 معالق من الزيت. دايما لما تيجي تعملي معجنات تخلي شويه زيت كده في اخر العجينه، بيلموها بيخليها تاخد ملمس ناعم، وفي نفس الوقت بيلموا العجينه وينعموها جدا، ولون العجينه بيفتح وبتشوفوه زي ما انت ما هتشوفيه كده قدامك، هيبقى لونها يفتح وملمسها هيبقى ناعم جدا، مش بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ضروري جدا في لما تكوني بتعملي معجنات، اي معجنات، بصي منظر العجينه عملت ازاي، ملمسها بقى ناعم جدا ازاي. بس كده العجينه بتاعتي خلصت. هسيبها بقى انا مش هسيبها تقعد 5 دقايق بس كده، وهشكلها. خلاص هتشكليها بقى على حسب المقاس اللي انت عاوزاه للقرصه بتاعتك. الحجم بتاعك اللي انت عايزه تعمليه عليه، عايزه تكبريها او تصغريها، دي حاجه براحتك انت. طبعا وانت بتكوريها حاولي تلمي العجينه عشان تبقى كده ناعمه، وانت بتعمليها عشان ده هيبقى وش القرصه من فوق. خلاص كده. طيب انا بعد ما اقطعها هنا بقى كده هسيبها تخمر؟ لا مش هسيبها تخمر. بعد ما تتقطع وتخلص الكميه بتاعتك، هتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده كده قدامك. بعد كده هي تجيب صينيه، هفرد عليها او على الترابيزه بتاعتك تفردي عليها، وتكوني مجهزه الصاجات بتاعتك او الصواني اللي انت هتعملي فيها. هاخد اول واحده انا قطعتها وهحطها، افردها في سمك حوالي كده نص ملي، وهي هتبقى ترتفع او تختمر تاني. لو انت عايزه تصغري حجمها تمام، لو انت عايزه تخليها تخينه شويه ممكن ما ترققهاش السمك ده وتخليها شويه سميكه عن كده. بعد ما هخلص الكميه بتاعتي وهقطعهم بالشكل اللي انتوا هتبقوا شايفينه ده كده، هسيبهم في مكان دافي واغطيهم بحاجه، واسيبهم يختمروا مره تانية. انا لازم اسيبهم يختمروا علشان خاطر العجينه زي ما قلت. العجينه بس في الاول انا كنت مريحاها، ما اختمرتش ولا حاجه. هنا بعد العجينه بتاعتي ما خمرت خلاص والقرص ارتفعت سمكها، جبت شويه لبن حطيت عليهم سنه صغيره من النسكافيه. ممكن تحطي انتي صفار بيضه، تحطي عليها برضو شويه فانيليا، وممكن تعملي الوش بتاعها زي ما انت عايزه، وممكن تدخليها من غير ما تحطي عليها اي حاجه. انا بقى مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه كانك بتعملي فطير مشلتت. الفرن بتاعك لو بيشتغل فوق وتحت يبقى شغليه على 220 او 250. وبعدين هتحطي الصينيه بتاعتك في الرف اللي في النص، علشان ما تخافي احسن تتلسع. لو انت الفرن بتاعك من تحت شديد شويه، يبقى خليها في النص بتاع الفرن. خلاص. هنا بقى طلعت معايا شكلها زي ما انتم شايفين، لونها جميل، لونها حلو جدا. بصوا بيضه ازاي من جوه، طريه حلوه جدا. اللبن الرايب مديها طراوه وطعم جميل مع السمنه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه قوي قوي قوي. بتنفع معانا في فطار، تنفع معانا في عشاء. ممكن تعملي كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي تتعشي بيها او تفطري بيها. هنا مريم نسفت الصينيه طبعا. هنا انا هنا خلصت الكميه بتاعتي، وزي ما بوريكم كده شكلها عامل ازاي وطريه وسواها حلو قوي ازاي.
لو وصلتوا لغايه كده معايا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ويا رب الفيديوهات تعجبكم، وما تنسوش في اشتراك في القناه، والسلام عليكم.